قصة الفتاة المسكينة جيسي. يحكى وأنه منذ زمن بعيد كانت هناك فتاة اسمها جيسي. كانت جيسي دائما ما تتعرض للتنمر من زملائها في المدرسة لأنها كانت تتلعثم في الكلام قليلا. بالنسبة لجيسي فقد كانت خجولة جدا وتعجز عن الرد على هؤلاء الذين يتنمرون عليها بصفة يومية. على الرغم من استمرار المضايقات تجاه جيسي إلا أنها كانت لا تعير ذلك أي اهتمام، وفي نفس الوقت كانت جيسي تتمنى لو يتوقفون عن مثل هذه التصرفات التي كانت تشعر جيسي بالحزن طوال الوقت. ظل الحال على ما هو عليه لعدة أشهر، وما زال زملاء جيسي يتنمرون عليها في المدرسة. لم يكن لدى جيسي القدرة على شكوى هؤلاء التلاميذ إلى مدير المدرسة أو إلى أسرتها، ولهذا السبب استمرت المضايقات لجيسي دون توقف. في يوم من الأيام اقترح أحد زملاء جيسي اقتراحا، وفي حال قامت جيسي بفعل هذا الأمر سوف يتوقف الجميع عن التنمر على جيسي. كان الاقتراح أن تذهب جيسي إلى مقبرة تقع بالقرب من القرية، بحيث يكون ذلك في منتصف ليلة اكتمال القمر. بالطبع شعرت جيسي بالخوف الشديد، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تجعل زملائها يتوقفون عن التنمر عليها. في النهاية اضطرت جيسي للموافقة على طلب زملائها، وتقرر أن يجتمع الطلاب أمام بوابة المقبرة عند منتصف الليل. على الرغم من خوف جيسي الشديد إلا أنها لم تكن تفكر سوى في جعل هؤلاء التلاميذ يتوقفون عن التنمر عليها. جاء الموعد المحدد واجتمع الطلاب أمام بوابة المقبرة ومعهم جيسي. كانت الأجواء مرعبة جدا، خاصة أنه في هذا التوقيت كان فصل الشتاء، فالسماء كانت ملبدة بالغيوم، وكأننا نعيش داخل فيلم رعب مخيف إلى درجة تجعل الدم يتجمد في العروق. المرعب في الأمر ليس الأجواء المخيفة فقط، بل سمعة المقبرة والتي تدور حولها الكثير من الأقاويل. فقد قيل أن الأشباح تنتشر في هذه المقبرة في كل ليلة اكتمال للقمر. دخلت جيسي إلى المقبرة بمفردها، وجميع الطلاب ينظرون إليها ويطلبون منها التقدم أكثر، حتى صرخت جيسي بأعلى صوتها. على الفور هرب جميع الطلاب تاركين جيسي بمفردها. في صباح اليوم التالي، وبينما كانت أسرة جيسي تبحث عنها لأنها لم تعد إلى المنزل، وجدوا جيسي جثة هامدة في المقبرة، وكانت ملابسها ممزقة ووجهها يبدو عليه وكأنها رأت شيئا مخيفا ومرعبا إلى أقصى درجة. قصة شبح بيت العائلة. تدور أحداث هذه القصة حول بيت تسكنه عائلة مكونة من 5 أفراد. في يوم من الأيام، وبينما كانت الأسرة تتناول وجبة العشاء، دق جرس الباب. ذهبت الفتاة الكبرى لترى من الطارق، ولكن الفتاة عندما اقتربت من الباب لاحظت شيئا غريبا على الدرج داخل البيت. كان هذا الدرج يقود إلى القبو، حيث لاحظت الفتاة وكأن هناك فتاة ترتدي رداء أسود ملطخا بالدماء وتنظر إليها نظرة مخيفة وتبتسم. أمعنت الفتاة النظر لعل ما تراه مجرد أوهام، ولكنها أدركت بالفعل أن ما تراه كان حقيقة. قطع حبل أفكار تلك الفتاة جرس الباب الذي دق مرة أخرى. قضت الفتاة هذه الليلة وهي تفكر فيما رأته، خاصة أن الأسرة قد اشترت هذا البيت منذ بضعة أيام فقط. في اليوم التالي رأت الفتاة نفس المشهد مرة أخرى. هنا قررت الفتاة أن تخبر والدتها بما تراه، ولكن والدتها لم تصدق. في البداية كانت الفتاة ترى ذلك الشبح في مكان واحد فقط، وعندما تكون بمفردها، أما الآن فقد اختلفت الأمور تماما. بعد أن أخبرت الفتاة والدتها، أصبحت ترى الشبح في كل مكان تقريبا من أرجاء المنزل، وحتى لو لم تكن بمفردها. الشبح والذي هو على هيئة فتاة كما ذكرنا، أصبح ينظر إلى الفتاة نظرة غضب شديد. لعل سبب هذه النظرة هو حديث الفتاة مع والدتها. في يوم من الأيام، بينما كانت العائلة تتناول وجبة الإفطار، لاحظ عدم وجود الفتاة الكبرى. ذهبت الأم إلى غرفة ابنتها لتيقظها وترى سبب عدم تواجدها على طاولة الإفطار في الصباح.
ما أن دخلت الأم الغرفة حتى رأت ما لا يمكن تصديقه: ابنتها جثة هامدة بدون رأس. كانت الجثة وكأنها متجمدة من الرعب، وكانت الابنة تشير إلى السقف. كان يبدو واضحا جدا أن الفتاة رأت شيئا في سقف الغرفة، وهذا الشيء هو المسؤول عن موتها. تذكرت الأم أقوال ابنتها عن أنها ترى شبحا في البيت، وقررت إخبار الأب. بدأ الأب يسأل السكان المحيطين بالمنزل عن تاريخ البيت، فكانت المفاجأة الكبرى، حيث علم الأب أن هذا المنزل كان يسكن به رجل يمارس أعمال السحر، ولكن هذا الساحر قرر أن يتوقف عن هذه الممارسات، وأدى ذلك إلى مقتله على يد الجن. في النهاية قررت الأسرة الانتقال من هذا المنزل والعيش بعيدا عن القرية.